ودلوقتي حضرتك حطيت لية حقت واجيو، حقت عجل الواجيو. حطيت بهارات اللي هو كاري مدراس، اللي متابعني عارف اني افضل جدا هذه البهارات. بعدين بس اروح سان دييغو، سحورة وريتا وجاكلين كلهم قالوا لي باخذ بهارات عربية من هناك. زين اهو بوطي عليه النار شوي بس عشان يعطي كذا تندر. واليوم عندي خبر حلو 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 جدا بالنسبة لي أنا وبالنسبة لأصحابي. ابتدت سكينة ترسل لي الفيدباك وردود الفعل على البرنامج اللي مع حقنة القهوة ديتوكس للناس اللي عندهم سرطانات، اللي ياخذون كيماوي. حبايبي الله يشفيهم. كيف صار السايد افكت او الاثار الجانبيه حقت الكيماوي عليهم صارت كثير اقل، ما عادت مثل اول. ليش؟ لان صار ياخذون الكيماوي من هنا وفي نفس الوقت يسحبونه في حقنه القهوه من الكبد، الرواسب حقت الكيماوي. يعني صار الكيماوي يشتغل شغله اوكي واثاره الجانبيه اقل بواجد. ما ابي اقول انعدمت بس بقول اقل واجد. خاصه احنا من المدرسه اللي ما تقول للشخص وقف علاجك، يعني ما نجي لحد نقول له وقف الكيماوي اذا عنده سرطان بعيد الشر، اذا عنده مرض وقف ادويتك. ما عندنا، احنا مش من هذه المدرسه، احنا من مدرسه تاخذ ادويتك يلين جسمك يتشافى. اوكي، فمدرسة الديتوكس اللي تتبناها كارا، عيادة كارا اللي تابعة لمول باي شمس واللي فيها أخصائيين هم يشرفوا على الحالات. في دكاترة عندنا وفي سكينة أخصائية في حقنة القهوة. والفترة القادمة إن شاء الله تتعرفون على الدكاترة اللي معانا، دكاترة رائعين جدا أنا مختارتهم بحكم خبراتهم، شهاداتهم، صدقهم. قبل العلم الصدق أهم من العلم. راح أنزل لكم الفيدباك او يعني الفيدباك يعني شو الفيدباك يعني يا ربي عاد انا ماني بروفيشنال في الانجليش بس في كلمات ما تحضرني في العربي. يعني ردود الفعل او ما اعرف، ما تسمى ردود الفعل، يعني ما اعرف وشو لها. المهم الناس اللي استخدموا حقنة القهوة التغيير اللي قاعد يحصل معاهم، لان احنا معاهم وقت بوقت، سكينا معاهم وقت بوقت وجالسين نشوف التغييرات. فبنزل لكم. لكن هذيل الناس اللي التزموا في البرنامج، يعني مش بس التزموا في حقنة القهوة، لا التزموا في البرنامج الغذائي، التزموا في العصاير، التزموا متى يصومون متى ياكلون، هم اللي حصلوا على النتائج. اوكي، بنزل لكم النتائج نشوفها مع بعض. يلا كمان بعلمكم طريقة بنات وشباب. هذه بطاطا اوكي، اكيد اورجانيك، قطعتها. فيك تخليها بقشرها افضل. تمام، حطيت لها مويه اللي نشرب منها. زين، بعد ما غسلتها حطيتها في الفريزر ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة، يلين خلص مويتها تقريبا ثلجت وهي صار فيها برودة عالية. زين، او تحطون فيها قوالب ثلج وتقلونها، بتصير كريسبي من برا وهشة من جوا. هذه سر من اسرار الصدمة. ليش؟ لأنه بيحصل صدمة للبطن حقها انسايد، وفي نفس الوقت بتحطونها في زيت مو بحار واجد، يعني حرارته كويسة. بعد كذا تطولون على الزيت. فحبيت اقول لكم المعلومة.